الاول قبل ما نشرح موضوع المالتي ثريدنج ده، احنا عايزين نشوف هو اكيد الموضوع ده بيحل مشكله. يعني اكيد اتعمل عشان يحل مشكله، فاحنا عايزين نشوف ايه المشكله دي. تمام. بص كده مثلا، التطبيقات اللي احنا كنا بنعملها، لما كنا احنا بنيجي نعمل اي تطبيق، كنت تخش مش بتلاقي عندك المين؟ مظبوط. صح. المين دي عباره عن فانكشن معموله جوه كلاس اسمها اللي هي البروجرام، اللي هي البروجرام كلاس. تمام. يعني انت عندك فانكشن واحده اسمها المين، صح. المين دي بتنادي كل حاجه بقى، يعني جوه المين دي كل حاجه بتحصل جواها كل حاجه. بنادي بقى سواء مثلا على ديسك توب بقعد انادي الشاشات، والشاشه تنادي شاشه، والشاشه تنادي شاشه، ده وهكذا كده لحد ما المين ثريد. البرنامج يخلص. ايه؟ ده كده المين ثريد. اه، ده اللي هو المين. حلو. تمام. ماشي. طيب، إيه يعني كده انا بستخدم، بص كده، كل الحاجات اللي حصلت، كل الحاجات اللي انا بعملها، اللي انا عملتها في البرنامج ده إيه؟ كلها اتعملت من خلال فانكشن واحده. فانكشن واحده. يعني الفانكشن عندي اللي هي المين راحت نفذت لي مثلا فانكشن 1، وفانكشن 1 راحت نفذت لي فانكشن 2، وفانكشن 2 راحت نفذت لي فانكشن 3 الى اخره. تمام. صح. طيب، في برامج ما بتمشيش كده. يعني ايه؟ يعني افرض مثلا نفترض ان انت عايز تعمل تطبيق، ويكون مثلا انا بعرض لك شاشته وكل حاجه، بس في نفس الوقت انا عامل لك فوق كده ايه؟ تايمر، عداد. ماشي. عايز اعمل تايمر مع البرنامج. انا بدي مثال يعني عادي، يعني مثال بسيط، ولسه هقول لك امثله غيره يعني. ماشي. التايمر ده المفروض ان دي فانكشن، صح. مظبوط. المفروض ان الفانكشن دي تتنفذ مع دول، مش وراهم، يعني مش بالتوالي، مش ورا بعض كده. بالظبط. ده المفروض ان التايمر، الفانكشن بتاع التايمر ده ايه؟ تتنفذ كده بالشكل ده. بص كده، تايمر، تايمر، يعني تفضل ماشيه تتنفذ وراهم كده فوقهم بالتوازي، يعني فاهم؟ مش ورا بعض، يعني مش دي تخلص، يعني يعني ايه؟ مش معنى ان مش معنى ان دي مثلا شغاله، واحده في دول شغاله، ان دي تقف. لا، انا عايز دي تبقى شغاله بالتوازي معاهم كده فوق بعض. تمام. حلو. آه، معايا. فبالطريقه العاديه لو انا بعمل البرنامج من خلال المين، المين بس كده، الفانكشن دي مش هينفع. فانا لازم احتاج مين كمان، احتاج معاها مين تانية. شفت المين اللي احنا بنشتغل فيها دي؟ انا عايز معاها مين كمان. المين دي اصلا، المين ده ايه؟ بيسموها ثريد. مظبوط. المين المين اللي احنا ثريد. بنعملها دي ماشي. اسمها ثريد. ايه صحيح. الثريد ده بقى؟ ثريد ده اصلا بالانجليزي معناه خيط. تمام. مسار. يعني تشبيه كده، اللي هو خيط بيمشي فيه شويه فانكشنز بيقعدوا يشتغلوا ورا بعض. عشان كده ايه سموه ثريد. تمام. ماشي. طيب، ايه هو الثريد هو ده؟ طريق، وعبارة عن جوه الطريق ده حارات مثلا. جدع. هو طريق جدع بيتمشي فيه الفانكشنز ورا بعض وتقعد تتنفس. تمام. وصلت؟ اه طيب، اه. ده معناه الثريد. لو انا جيت عملت ثريد، طيب، يبقى البرنامج بتاعي دلوقتي انا عامل فيه ثريد، وثريد تانية اللي هي اسمها المين، وممكن اعمل فيه كمان ثريد تالتة اسميها مثلا ثريد اتنين، ودي ثريد واحد، ومع المين يبقوا ثلاثة، واحد اتنين ثلاثة. حلو أوي. الثلاثة شغالين مع بعض، شغالين مع بعض مش ورا بعض. صحيح. ثانية واحدة، نشيل دي بس فوق. فالثلاثة هنا بنسميهم باراليل، يعني ماشيين بالتوازي مع تمام. بعض. حلو أوي. ماشي. ماشي. الحكايه اللي انا عملتها دلوقتي دي، اللي هم الثلاثه ثريدز اللي شغالين مع بعض وعمالين يحسبوا ويعملوا ثلاث حاجات ماشيين بالتوازي مع بعض، دول بنسميهم المالتي ثريدنج. حلو. يعني اكتر من ثريد شغال شغال في في نفس برنامج الوقت. واحد. حلو أوي. ايوه. طيب، لما انا باجي اعمل البرنامج اصلا، لما انا جيت عملت برنامج البرنامج زي النوت باد اللي انا فاتحها دي. ماشي. او بلاش، خليها برنامج معقد شويه، مثلا ايه؟ جوجل مثلا، انا فاتح جوجل. البرنامج اللي انا فاتحه كله على بعضه ده، مش المفروض ان هو بيستهلك موارد؟ بالظبط. صح. صحيح. آه، انا دلوقتي فاتح برنامج زوم. ماشي. فتحت ابلكيشن حلو. معايا. مظبوط. تمام. انا فاتح ابلكيشن، الابلكيشن ده فيه اكتر من ثريد شغالين مع بعض. مظبوط. سيبك من اللي انا كاتبه دلوقتي، ركز يعني في كلامي بس. في اكتر من ثريد شغالين مع بعض.
تعال نشوفهم كده. مثلا عندك مثال، شايف الجزء بتاع الرسائل اللي على اليمين فاتحه؟ قصدي اللي هو بيجيب الاشخاص اللي هو انا وانت. اه. ده جزء، ده شغال بثريد لوحده مثلا. امم. وفي ثريد تاني شغال اللي هو مثلا ايه، اللي هو بيعرض السكرين، ده شغال لوحده. امم. في ثريد تاني ممكن تخش في نفس الوقت واحنا شغالين والشاشه معروضه، والبتاع اللي انا قلت لك عليها اللي هي انا وانت دي اللي هي بتعرضنا، كل دول شغالين مع بعض. ولو دخلت على الرسائل ممكن تكتب رسائل برضه، يعني ثلاث حاجات شغالين مع بعض. صح كده؟ صح. طيب انا مثلا نفترض ان عندي ثلاثه، هو اكيد اكتر من كده، بس احنا نفترض ان عندنا ثلاثه ثريد، واحد اثنين ثلاثه، بي اتش صار ثريد يعني. حلو، ماشي. حلو قوي. ثلاثه بيتنفذوا مع بعض فبنسميه باراليل اكسكيوشن، اكسكيوشن. الثلاثه بيتنفذوا مره واحده. تمام. ماشي. تمام. الكلام ده اكيد بياخد موارد. صحيح. فالبرنامج ده كله على بعضه واخد حته من السي بي يو المعالج. واخد مثلا المعالج ده عباره عن انويه 4 6 8 12 نواه على حسب المعالج يعني امكانياته عامله ازاي. حلو. فهو مثلا نقول ان هو واخد، هنفترض ان هو 3 ثريد، هنفترض ان هو واخد 3 انويه. ماشي. ماشي. المعالج بيتكون من انويه، النواه الواحده دي هي اللي بتمسك ثريد وبتمشي وراه وتنفذه، امم. اللي هي اللي بيسموها الكور. هي ستة مثلا، اه ستة كور 12 ثريد مثلا. اه كل معالج بيجي اه بالكورز بتاعته، الكودا كورز بتاعته كل ما القدره بتاعته والثريدز بقت اعلى. بتاعته. اه. تمام. تمام. فيبقى انا مثلا عندي ثلاث انويه ماسكين ثلاثه ثريدز وشغالين هم الثلاثه، عمالين يجروها خيط، زي ما بتمسك طرف خيط تجره لاخره كده. تمام. حلو. وفي نفس الوقت برضو في موارد تانية شغاله اللي هي الرام، البيانات بتاعت البرنامج، صحيح. الصور مش عارف ايه صحيح. والرسائل اللي كل هتبعتها والكلام. المعلومات، كل البيانات اللي جواها، اه كل الحاجات دي فعلا. وفي الرام، يعني الرام نفترض ثانيه، ادي الرام اهي. ماشي. حلو. رحت انا جاي ايه، مين اللي بيعمل الكلام ده اصلا؟ مين اللي بيحدد الحاجات دي؟ ده السي بي يو، هو اللي بيعمل الشغل اللي انا هوريه لك دلوقتي ده. مظبوط. هيجي يشوف ايه، ان البرنامج ده فيه ثلاثه ثريدز ومحتاجين ان هم يمشوا بيقرر باراليل يعني في مع بعض. دماغه كده، يقول لك والله دول تقريبا هيحتاجوا مثلا، هيحجزوا لنا من رام كام، مثلا 500، يوم حاجز ايه 500 هنا مثلا. هي الرام مثلا 8000 ميجا مثلا، يوم حاجز لك هنا رقم 500 معايا، ماشي. ويشتغل عليه. طب افرض ان هم احتاجوا زياده، بيعليه، يوم مثلا بدل ال 500 يوسعها شويه يخليها 700. المعالج كمان بيبقى بس دي معلومه اضافيه يعني، هو بيبقى عارف كمان، بيبقى عارف مسبقا الرامه دي اصلا اخرها في البرنامج ده هتاخد لحد كام. يعني البرنامج ده يوم ما الثريدز كلهم يشتغلوا ويعملوا يعني اجعص شغل عندهم، مثلا هياخدوا 2000 ميجا. هو امم. بيبقى عارف على فكره. امم. فاهم؟ فالمعلومات دي بيستفيد منها هو عشان يعرف ينظم العمليات ما بين ايه، ما بين الجزئيه دي مثلا والجزئيه الثانيه بتاعت الرام اللي هي الفاضيه دي، عشان لو في برامج تانيه شغاله معاه ما الدنيا ما تبص. فاهم؟ صحيح. فبينظم من الاخر ايه اللي هي الموارد بتاعته، بيعرف ان هو يوفق ما بينها، يشغل دي شويه، ياخد من دي حته، مش عارف ايه كده. ماشي. ماشي. كل الشغل اللي احنا راسمينه ده اللي هي ايه، اللي هي الثريدز اللي شغاله دي كلها المفروض انها تبقى شغاله جوه جوه مكان بروسيس. واحد بيجمعهم، صح؟ صحيح. اه اللي هي الحته دي اللي شغاله هنا في الرام دي اللي اللي هي هي مكتوب عبارة عليها عن 2000 دي. البروسيس. حلو. اه دي بيسموها بروسيس. حلو قوي. يعني ايه يبقى، يعني ايه بروسيس؟ عشان لو سمعت المصطلح ده يقول لك هو يونت اوف ابلكيشن. ابلكيشن. يعني ايه؟ يعني وحده البرنامج اللي انت مشغلها. يعني ايه وحده؟ يعني انا ممكن، انا مش لازم اشغل لك الزوم ده مره واحده، ممكن افتح لك زوم كمان معاه. مش انا بالظبط. ممكن اجي اعمل كده واعمل زوم؟ صحيح. هل الزوم الجديد ده هو نفس المساحه بتاع الزوم الاولاني؟ هل نفس لا، المساحه المحجوزه هنا هو مثلا؟ لا. واخد بروسيس تانية في الميموري. جدع. هيروح يعمل له مساحه تانيه في الرام وسي بي يو تاني، هيديله ثلاث انويه جداد يشتغل عليهم، وهكذا نفس صحيح. الكلام. فدي اسمها عشان كده مهم بروسيس. برضو ان انت تستخدم البروسيس بشكل كويس، عشان مش اه كتر المالتي ثريدنج بيكون كويس. جدع. مم. هو دي فعلا مشكله، يعني دي مشكله انا هقولها في اخر حتى كاتب عليها بروبلم. مم. ماشي. طيب. ماشي. ماشي. يبقى ده كله ايه، يبقى احنا نلخص كده، يبقى البروسيس هي شويه الثريدز شغالين مع بعض.
بيبقى ليهم حاجات محجوزه، اللي هي السي بي يو والرام اللي هي الموارد يعني. ماشي. حلو. وما بيخشوش على بعض، يعني ما ينفعش البروسيس اللي هنا تخش على البروسيس اللي هنا. مم. ما ينفعش برنامج زوم اللي انا فتحته اللي انا شغال معاك عليه دلوقتي يخش على البرنامج زوم الجديد اللي انا هفتحه دلوقتي، صحيح. اللي هو ده التاني. ليه ما بيته ينفعش في الاثنين يخشوا على الميموري، بعض. وده ليه بيته التاني في الميموري. اه، بس الا في حاله واحده. مم. ساعات ممكن على فكره، ما افرض ان انت مثلا، اديك مثال. مثلا عندك مثال بيحصل زي ايه، البرامج اللي هي بتاعت ادوبي بريمير اللي هي بتاعت تعديل اللي هي بتاع المونتاج. مم. ساعات انا بحتاج مثلا ان انا، تلاقي اللي هم بتوع الجرافيك بيعملوا كده، ان هو ايه، فاتح ادوبي بريمير وعايز يودي الفيديو اللي هيتمنتج بتاعه، عايز يوديه على برنامج تاني، مثلا يروح يعدل في حاجه تانيه. برنامج صحيح. مثلا بتاع الصوت مثلا، يعدل على الصوت. فانت عشان تعمل كده، انت كده هتدخل اتنين بروسيسز على بعض، صح؟ اتنين صح. شغالين في الرام، كل واحد لوحده، بس كده هتخليهم يتواصلوا مع بعض، مش كده؟ صحيح. دي ممكن تحصل، بس بيبقى لها كونفيجريشنز معينه، بيبقى لها اعدادات كده معينه انت بتظبطها في البرنامج عشان تعرفه ان الاتنين دول هيعرفوا بعض، فمش لوحده. يعني في الحاله الطبيعيه اللي احنا بنشتغل بيها، مفيش بروسيس بتدخل على الثانيه اصلا، كل صحيح. واحد لوحده. صحيح. الا لو انت عايز تعمل كده، زي في البرامج اللي بقول لك عليها بتاع المونتاج والبرامج اللي هي بتاعت الجرافيك دي. ده يعني. نقول امثله بس صغيره على موضوع اللي هو المالتي ثريدنج. حلو. زي ما قلنا، برنامج زي برنامج زوم اللي انا فاتحه ده شغال على كذا ثريد عشان يعمل كذا حاجه مع بعض. حلو. عندك برامج اللي هي الشات، اللي هي زي الواتساب والماسنجر والحاجات دي والتليجرام. حلو. انت بتبقى فاتح المحادثه مع احمد، فاتح محادثه مع محمد، حلو. فاتح محادثه مع علي، وعلي عمال يبعت لك رسائل، واحمد عمال يبعت رسائل، وانت بتبعت رسائل لفؤاد. فكل دي ثريدز، صح؟ صح. انت ممكن يبقى عندك اصلا 15 صديق بتكلمهم في نفس عمالين يبعتوا لك رسائل وانت تبعت لهم، يبقى 15 ثريد شغالين مع بعض او اكتر كمان. صحيح. فكل دي ثريدز شغاله. عندك امثله تاني، مثال تاني، الويندوز او الموبايل اللي هو الاوبريتنج سيستم نفسه، الاو اس، اللي هو الايفون او الاندرويد او اللي هو الاي او اس او الاندرويد او الويندوز او اللينكس، اي حاجه، اي نظام. اه. هو اصلا عباره عن ايه؟ بص كده، مثلا ده الويندوز ودي البروسي، بص كده مكتوب هنا، شايف؟ بروسيس. البروسيسز اللي بروسيسز. شغاله. كل برنامج كل يونت له العمليات. وحده. ماشي. اه، النوت باد مثلا اللي أنا فاتحها اهي، معمول لها بروسيس واحده اهي. طب صحيح. لو فتحت واحده كمان، بص كده، هعمل كمان واحده. بص كده، النوت باد مكتوب عليها ايه؟ اثنين. تو اتنين، فتح بروسيس. اتنين بروسيس، مش ثريدز. صحيح. فتح اتنين بروسيسز. صحيح. ماشي. تعالى بقى ندخل جوه البروسيس الواحده، بص كده. لا، ده عشان برنامج بسيط، بس نخش على الواتس مثلا. نخش على برنامج اعقد شويه اهو. ماشي. بص كده، مايكروسوفت ايدج اهو فاتح، هتلاقي في عندك ثريدز مختلفه، كل حاجه ماسكه واحده تعمل حاجه حلو. معايا. كل معاك. واحد فيهم بيعمل حاجه، ده بيعمل شغال على البراوزر، وده مش عارف ايه، وده مش عارف ايه. فدي ثريدز تحت ايه؟ تحت تحت بروسيس واحده اللي هي البروسيس. مايكروسوفت ايدج. ماشي. صحيح. طيب. آه وبالنسبه للاوبريتنج سيستم، اصلا بالنسبه للويندوز، البرامج اللي احنا فاتحينها دي المفروض انها بروسيس، صح؟ بالظبط. بالنسبه للويندوز نفسه، الويندوز ده اللي هو البروسيس، اه. دول اصلا بالنسبه له ثريدز. بالظبط. فاهم؟ بالظبط. لا، يعني هو بيعتبرهم كده. بالظبط. فاهم قصدي؟ ايوه، ايوه. تمام. بس فاحنا يبقى احنا بنستخدم المالتي ثريدنج ليه؟ عشان انا في برامج بحتاج ان انا اشغل كذا حاجه مع بعض، وكمان عشان السرعه. يعني في حاجات السرعه فيها احسن ان انا اشتغل الحاجتين مع بعض، بدل ما استنى دي الاول تخلص عشان اعمل الثانيه. صحيح. بس دي فكره المالتي ثريدنج. طيب. آه، ده انا عندي سي بي يو 4 انواع بس، ماشي. انا افترض ان النواه الواحده قدرتها 50 هرتز، كل نواه بتشيل 50 هرتز. ففي ناس ممكن تفكر ايه، ان انا لو انا شغال سيبك من الرقم اللي انا كاتبه ده. انا شغال بثريد واحده هنا اهو، ماشي. وهنا
شغال باربع انواع. يعني انا هنا في الحاله الاولى اللي هي دي، انا شغال سنجل ثريد بالطريقه العاديه اللي احنا عارفينها سنجل ثريد. في الحاله الثانيه انا شغال بالاربع انواع، شغال مالتي ثريد. في ناس ممكن تفكر ان هنا اللي هيحصل هنا هو نفسه اللي هيحصل هنا. ازاي؟ ممكن يقول لك ايه، ان السنجل ثريد هو المعالج كله. هيقول لك ايه، المعالج كله على بعضه اربع انواع. يعني جهدهم كام؟ جهدهم 50 في 4 ب 200. يعني جهد السي بي يو كله 200 هرتز. في ناس ممكن تحسبها كده. فيقول لك ايه، يبقى النواه الواحده ده إيه؟ هتاخد جهد المعالج كله. يعني عامله زي ايه، زي ما يكون انت ايه معزوم مثلا عزومه كده، والمفروض ان انت ايه، انت وثلاثه اصحابك هتاكلوا. يعني انتوا اربعه، اصحابك ما جوش، اتاخروا مثلا، فانت اتفقت ورحت ايه، واكل الاكل بتاعهم كلهم، فانت كده خدت جهدهم كلهم. لا، الكلام ده ما بيحصلش، التشبيه ده غلط اصلا. هو اللي بيحصل ايه، ان المعالج عامل ازاي، بص كده، الانواع بتاعته شكلها كده. كل واحده ليها جهدها منفصل عن الثانيه. دي 50، دي 50، دي 50، دي 50، ما بيتجمعوش مع بعض. يعني ايه، لو انا شغال سنجل ثريد هتشتغل 50 بس، مش هتاخد الباقي، مش هتاخد، يعني مش هتشتغل بالسي بي يو كله، لا هتاخد جهدها بس. انما لو شغال باربعه، 50 50 50 50، كل دول عمالين بيزقوا، كلهم بيزقوا ماشيين بالاربعه ثريدز مع بعض. فالبرنامج ماشي بسرعه، ماشي باربع خيوط كل واحده 50، يعني 4 في 50. يعني كانك شغال كله السرعه كلها 50 في 4 ب 200 هرتز، اللي هي ايه، المالتي ثريد. ماشي، فده بس تشبيه عشان اقول لك ان المالتي ثريدنج مش زي السنجل ثريد في السرعه. عشان كده ده اسرع. ده اسرع ليه؟ لان انا باخد جهد الانواع اللي مش شغاله، لانه الانواع اللي كانت نايمه في السنجل ثريد. فاهم؟ بالظبط. زي ما طريق كده كان شغال بسرد واحدة او بحارة واحدة، بعد كده حصل له تطوير ووسع الطريق ده، اتوسع بعد كده، بدل اه جدع، الحارة بدأ بقى اربع حارات، بقى يسع اربع عربيات يقدر يمشوا جنب بالظبط. بعض. هو يقدر يشتغل بس هو نايم. احنا بالظبط. رايح. طب في سؤال بقى، مم. سؤال هنا منطقي يعني. دلوقتي احنا معانا معالج فيه اربع انواع، صح؟ حلو. وانا مشغل، افرض ان انا مشغل 10 برامج، كل برنامج فيه 2 ثريد. حلو. وده على فكره ده بيكون اكتر من كده طبعا. يعني انت لو فتحت الويندوز البروسيسز، اتفرج كده عندك كام مم. هيد، في مليارات ثلاث برامج، العمليات اللي بتحصل. وعندك 130. بص كده، دي البروسيسز بس، مش ثريدز كمان. مم. يعني كل حاجه فيها 3 4 ثريدات. واحسب بقى، بص عندك هنا مكتوب 130 بروسيسز مم. معايا. انا مش فقول شايف، مثلا خد عندك بالك. 1000، انا مش شايف. عندك 1000. اه معلش، ده انا ما صورتهاش، ماشي. شير الشاشه. بس انا متخيل لو عايز توري لهم، ماشي. بص، ده دي البروسيسز، عندك ثلاث برامج، وعندك الباك جراوند اللي هم شغالين في الخلفيه 130. دي تمام. البروسيسز بس، يعني دي 134 الثريدز اللي بروسيسز جواها. بس. مم. اضرب لك بقى مثلا في ايه، في اي رقم، 3 4 5 10 زي ما تضرب. قول مثلا، نفترض ان عندك تقريبا مثلا قول 1000، نفترض. وممكن يكون اكتر من كده بكتير كمان. مم. يعني عندك 1000 ثريد شغالين. طب الثريدز اللي شغالين دول، نرجع بقى لبتاع الثريدز اللي كانوا شغالين دول بقى، ال 1000 ثريدز دول هيشتغلوا ازاي بقى وانت عندك اربع انواع، كل نواه ماسكه لها ثريد واحد. البروسيسور ذكي. في جوه البروسيسور، البروسيسور ده المفروض ان هو سرعته رهيبه، صح؟ صحيح. في مليارات العمليات بتحصل في وقت واحد. لو يعني هو زي ما تقول كده عنده سرعته، عضلات، بالظبط، عنده عضلات لو هو جامده قوي. سرعته 1 ميجا هرتز او 1 جيجا هرتز قصدي، اه بيبقى يقدر ينافس حوالي مليار عملية في الثانية. اه. يعني نستخلص من ده ايه، ان هو عنده عضلات. بالحرف كده، هو عنده عضلات. يعني صحيح. ايه، انت لو انت مدي الواحد زي واحد ملاكم مثلا بقاله 20 سنه بيلعب ملاكمه او بيلعب حديد، وقلت له ايه، روح الجيم، شيل 4 كيلو، العب لي بنج مثلا، شيل لي يعني اي، فاهم، وزن فارغ، يعني كلام عبيط بالنسبه له، اه. هيقدر ولا لا؟
هيقدر طبعا. هيقدر صح؟ طب صحيح. لو قلت له شيل لي كمان فوقه 5 6 اوزان زي دول، هيقدر برضه مم. صح؟ صحيح. يعني هو ده اللي السي بي يو بيعمله بالظبط. السي بي يو بيعمل ايه بقى؟ بيقول لك انا قدرتي ان انا اشغل 1000 ثريد مش اربعه بس. مم. صغر بقى هنا. طيب انا اعرف اشغل لك 1000 مش اربعه، فانت ليه تقول لي شغل لي اربعه بس وانا اصلا قدرتي اشيل اكتر من كده بكتير، وانت عملت يعني ما بتستغلنيش، انا امكانياتي اكبر من كده بكتير. مم. فبيعمل ايه بقى؟ يقول لك لا انا مش هشتغل اربعه، انا فعلا عندي 4 انواع، بس انا هعمل ايه؟ بص كده، هات لي الباقي. نقول مثلا ان الباقي دول اتبقى لي مثلا ايه، في 1000 كمان، في 1000 زياده عايزين يشتغلوا. ماشي. هيعمل بقى ايه المعلم؟ هو المفروض ان هو معاه 4 انويه ماسكين الاربعه اللي هم فيهم ارقام دول، شايفهم؟ مم. بس هو يقدر ينزل ينفذ اللي تحت دول، فبيعمل ايه؟ بينط عليهم. سامع معايا؟ ايوه ايوه. بينط عليهم يعني ايه؟ يعني هو سريع جدا لدرجه ان انت اصلا مش هتشوفه. مم. وهو شغال على دي مثلا، النواه ده هي اللي انت شايفها دي، هتمسك الحبه دول اللي فوق دول، حلو. هتقعد تتنطط، هتنط من هنا. بص كده، لحظه، هتنط من هنا، ثانيه واحده، هتروح هنا، شايف؟ مم. وبعدين هتروح هنا، وهتروح هنا 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 هنا، بتنفذ كل دول في نفس اللحظه اللي انت اصلا مش حاسس بيها. مم. كذلك ده في نفس الوقت وهو شغال هنا، هيروح يشتغل في دي شويه ودي شويه ودي شويه ودي شويه ودي شويه ودي شويه. كل ده بيحصل في جزء انت مش شايفه اصلا، مش ملحوظ. صحيح. فيبان قدامك وهم عمالين يتنططوا كده من ثريد لثريد، ثريد لثريد، ثريد لثريد، كلهم شغالين، وانت قدامك ان البرنامج ايه اللي انت فاتحه مثلا شغال وما بيقطعش ما بيقفلش. صحيح. بس هو في الحقيقه في 5000 برنامج تاني شغالين عمالين يتنططوا معاه، بس انت مش شايف كل ده ليه؟ لانه زي ما قلت لك السي بي يو قوي جدا وسريع لدرجه ان انت مش هتاخد بالك، زي سرعه الضوء كده، صحيح. حاجه انت ما تقدرش تلمحها اصلا. مم. فاهم؟ بس فعشان كده السي بي يو مع انه بيبقى فيه 4 انويه بس، بيقدر يشغل له العدد المهول ده من الايه؟ من الثريدات عادي. صحيح. الكلام بقى انا قلته ده اسمه كده، اسمه كونتكست سويتشنج. كونتكست سويتشنج، سويتش يعني ايه؟ يعني ببدل، حلو. زي بدل العجله كده، ببدل من مره من هنا اروح هنا 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 هنا، عمال اعمل سويتش اغير. بس هو ده اللي بيعمله السي بي يو عشان يقدر ان هو يتعامل وكانه مش عنده 4 انواع بس، لا عنده 4000 نواه، عنده 8000 نواه، كل دول يشغل الثريدات اللي انت بتتكلم فيها دي. مم. ماشي؟ سهله كده. سهل اهو. تمام ماشي. نكمل بقى، اخش على الحته بتاع الريس بقى. هناخد امثله واقعيه كده عشان نفهم ايه موضوع الريس كونديشن اللي بيحصل بسبب المالتي ثريدنج. بص كده، آه انا مثلا نفترض ان انا يعني في عمليه سرقه، تمام؟ حلو. او مش سرقه، عادي بالغلط ممكن تحصل. انا معايا مثلا معايا فيزا، شو لحظه واحده كده. انا دلوقتي ايه، معايا، انت ممكن في البنك ممكن تعمل اكتر من فيزا على نفس الحساب. صحيح. يعني انت عارف الموضوع ده ان هو اه. ممكن اعمل اكتر من فيزا، فيزا مثلا الف وفيزا ب، صحيح. والاثنين بسحب من نفس الرصيد او بضيف لنفس الرصيد عادي. مم. ماشي. تمام. فلنفترض ان انا ايه، انا مثلا عندي ايه، عندي اكونت واحد عليه اكتر من فيزا، والاكونت ده نفترض ان هو فيه كام، فيه 100 جنيه او 100 دولار، 100 دولار. ماشي. تمام. الفيزا واحد ده شخص ماسك الفيزا بتاعتي، وواقف مثلا ايه، واقف في اي مكان، واقف مثلا في مصر، او خليها في نفس البلد في كايرو. تمام. حلو. والتاني واقف، بس واقف في حتة تانية، واقف مثلا في ايه، في الجيزة. يعني واقفين في مكانين مختلفين اهو. مم. ماشي. هما الاثنين في نفس اللحظة جم سحبوا مثلا ايه، سحبوا 50، او اقول كل لك واحد واحد سحب فيهم 20 سحب مثلا. 5. لا خليها رقم اكبر شويه، خليها مثلا ده سحب 60 حلو. والتاني
سحب برضه، هنقول سحب 60 يعني. حلو أوي. ماشي. اقول لك خليه سحب 70. ماشي. تمام. حلو. لما جه يقرا، لما فيزا واحد جت تقرا الرصيد لقيته كام؟ لقيته 100. صح؟ وهو هيسحب منه 60، صح؟ مم. فيزا اتنين جت في نفس اللحظه، يبقى شايفه نفس الرصيد اللي ده كان شايفه. شايفاه كام؟ 100. 100. وعايزه تسحب منه 70. الاثنين نفذوا العمليه. راح ده ساحب 100 ناقص 60، طلع باقي الرصيد كام؟ 40. التاني برضه هو شايف الرصيد 100، راح طرح منه 70، طلع الرصيد كام؟ 30. هل الارقام اللي طلعت دي مظبوطه؟ لا. لا. ليه بقى؟ ليه؟ لا. ليه؟ لان المفروض اصلا الرصيد كله 100، وانت ساحب لي هنا 60 و70، يعني 130 من 100 جنيه. المفروض اصلا الرصيد مش هيكفي اصلا السحب ده كله، صح؟ صحيح. يعني المفروض كان في واحد فيهم مثلا يسحب والتاني يرفض. صح كده؟ مش ده اللي كان صحيح. المفروض يحصل؟ بالظبط. وبعد كده هتلاقي ايه؟ اي نتيجه فيهم بقى تظهر على حسب بقى السيستم هيهنج بقى ايه، هيطلع مثلا ده هيطلعه بدري او ده هيطلعه بدري. صحيح. فالقيمه اللي هتظهر في الاخر الرصيد اللي هيتبقى، ونقول مثلا ده اللي خلص متاخر هيبقى مثلا منه 30، يبقى الرصيد اللي هيتبقى هنا فوق هيطلع 30، مع ان اصلا كان المفروض الرصيد خلص ورفض العمليه الثانيه اساسا. اصلا. صحيح. يعني الرصيد كان المفروض يرفض العمليه اللي بعدها. صحيح. دي مشكله دي بقى مشاكل المالتي ثريدنج. بنسميها ايه؟ بنسميها الريس كونديشن. مم. كونديشن معناها حاله، وريس معناها سباق. يعني ايه؟ يعني في سباق ما بين الثريدز اللي شغاله. ده ثريد اللي هو ده اهو، الفيزا ده اهو، الفيزا واحد، وده ثريد تاني، والاثنين شغالين بارلل مع بعض، بيوازوا بعض في نفس الوقت. الاثنين شغالين في نفس الوقت، ما هو نفس السيستم، الفيزا دي والفيزا دي على نفس السيستم. عارف المشكله دي حصلت مع واحد صاحبي في اه. ارض الواقع، واحد صاحبي مبرمج لا والله، مع. بتاع الفيزا. لا بس مش فيزا، هو نفس الفكره، ما انا هقول لك بقى اللي حصل. اه. هو عامل منصه تعليميه. تمام. المنصه اه. التعليميه دي بيدخل عليها اساتذه كتير وبينشروا يعني اللي هم المحاضرات بتاعتهم وبتاع. والطالب بيروح يشتري كوبون تمام من على المنصه عشان يفتح اه. المحاضره، تمام، عشان يفتح ايه سرق الحصه. كورس. لا ده هو عشان يفتح بس المحاضرة. تمام. اه. فبيبقى ليه عدد من المحاضرات، مثلا مرة عشان تفتح المحاضرة دي. تمام. اه. اه. فراح عمل ايه بقى؟ قال لي بقى ده كده من ارض الواقع، قال لي في طلاب كانت بتيجي تاخد تفتح في نفس تاخد الوقت. الكومين ويقعدوا جنب بعض ويدوسوا في نفس اللحظة. ايوه. تخيل. المثال الثاني، انت في موقع شغال، برنامج شغال دلوقتي، تمام، وانت بتحسب عدد الزوار، الفيزيت كاونتر، يعني في كاونتر شغال عمال بيعد. ماشي. بيعد ايه؟ مثلا كل، يعني نفترض ان ده نظام ايه. هقول لك، اديك مثال. عارف عارف اللي هو، مش عارف اسمه ايه، عارف اللي لما تيجي تخش في مكان وبعدين تلاقي في بوابة كده، بوابة اللي هي بتعدي تعمل صوت اول ما تيجي تخش. مم. عارف انت الكلام ده؟ لما تيجي تخش مكان، فاللي هي التفتيش، بتاع اه. اه. التفتيش. مم. ماشي. فانت حلو. عامل البرنامج ده، تمام، وفي اه. نفس الوقت انت عامل ايه؟ ان بتاع التفتيش ده الشخص اللي يخش اعمل لي صفاره، لو يعني اللي هو دخل اعمل لي الصفاره. حلو. صح؟ انت فاهم كلامي؟ اه. لو هو تمام، يعني مفيش حاجه، اعمل لي صفاره عاديه ان الراجل ده تمام مم. يعدي. وكمان انا ضايف فيه ان انت ايه، احسب لي عدد الاشخاص اللي بيخشوا. مم. يعني اول شخص هيخش هيعد واحد، تاني شخص هيخش هيعد اتنين، تلاتة أربعة. فاهم قصدي؟ مم. طب لو اتنين دخلوا في نفس اللحظة؟ ايوه، ده اللي انا هكلمك فيه بقى. انا هرسمها لك هنا على السماء. ماشي. الرسومات دي فن يا جدعان. رسومات فن مش عن. ماشي. بص ماشي. كده. يعني نفترض ان احنا صفر، لسه ما حدش دخل النهارده. في شخص جه عدى اهو، عدى من هنا ودخل، الصفاره عدت عملت كام؟ واحد. تمام. صح؟ حلو. نفس الكلام، عدى من هنا واحد كمان، عدت اتنين. تمام. صح؟
وخد بالك الباب ده والباب ده والباب ده والباب ده دول 5 ثريدز شغالين في برنامج واحد. امم. يعني ده ثريد، 5 ثريدات كده. صحيح. تمام. طيب افرض بقى ان البابين في ثريدين، يعني ده وده، في شخص عدى وده عدى في نفس الوقت، الاثنين عدوا في نفس الوقت مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ هيتحسب، هيضرب صفارة واحدة وهيحسب عدد واحد ولا جدع، واحد. برافو عليك. صفاره واحده، يعني ده كده الاثنين دول اتحسبوا واحد، فبس بوظت لي انت العد. بالظبط. صح كده؟ ما بقتش دقيق. ايوه، بقى العد فيه مشكله غلط. تمام. بس فده مشكله برضو الريس كونديشن، ان انت مش ضامن مين اللي بيتنفذ قبل مين، او مين هيتنفذ مع مين، مش ضامن الوقت. انت ما صحيح. تعرفش مين هيسابق التاني. صحيح. فعشان كده سموه ريس كونديشن. ده برضو مثال. تمام. مثال ثالث، مثال القطارات. انت في سيستم شغال 24 ساعه بتاع القطارات بتاع الحجوزات. صحيح. وفرضنا ان ايه، ان انت جيت مع شخص والاثنين بتحجزوا نفس القطر، نفس الدرجه ونفس كل حاجه، وحجزتوا في نفس اللحظه، ايه اللي هيحصل؟ هتحجزوا نفس الكرسي، صح؟ لو الثريدز شغاله، لو الثريدز عماله تتسابق، ممكن ان يحصل غلط وانتوا الاثنين تحجزوا نفس الكرسي، صح؟ صحيح. ايه اللي هيحصل؟ هتمسكوا في بعض طبعا يعني. طبعا. ما واحد احنا هيقعد والتاني هيتضرب. بنشوفها دي كتير على طول. مم. ماشي. ماشي. بس فدي مشكله ايه؟ يا عم ده الريس بتاعي يا كونديشن. عم. يا عم انا حاجز هنا جنب الشباك. عشان الناس دي مش دارسه برمجه. حلو. صحيح. يا عم اه، مصر يقول لك بتستسهل. سيب شكلها حلو. اه. طيب نيجي بقى لايه، لحظه واحده، حلو. للحل بقى. انت عندك 3 حلول للمشكله دي. امم. احنا عايزين نمنع موضوع التسابق ده. طيب ايه الحل بقى بتاع موضوع المالتي ثريدنج ده؟ ان انا عايز طريقه تنظم لي التوقيت بتاع الثريدات. ما يبقاش انا مش عايز ابقى طول ما انا قاعد خايف لا ثريد يسبق ثريد، او صحيح. حاجه مثلا انا مفترض مثلا الحاجه دي تحصل قبلها، تحصل عكس بعدها، او عايز تحصل معاها. اضمن واتاكد ان كل اه، حاجه مش بتحصل في هتعمل. الوقت اللي انا عايزه. اه. تمام. فانت عندك 3 حلول هنا تعملها. اول اتنين دول يعني حل ايه، او اول واحده دي حل، يعني تقدر تقول ايه، حل مؤقت او حل تحسين بس، انما هو مش الاساسي، يعني مش بعتمد عليه هو بس. صحيح. ليه؟ اللي هي فاهم. اسمها الاميوتابل تايب. يعني ايه الاميوتابل تايب؟ الداتا تايبز بتاعنا كلها اللي احنا خدناها، انت لما بتيجي تعمل كلاس مش بتعمل بروبرتي سيت وجيت، بالظبط. صح؟ صح. وبيعملوا ايه السيت والجيت؟ الست بتاخد لو هتبعت فاليو جديده، لو والجيت اه. بتبقى ريد اونلي يعني، بتجيب اه بس جدع. الفاليو الموجوده. بتمكنك الجيت عشان لو عايز تاخد القيمه، والسيت عشان لو عايز تحط قيمه جديده، بالظبط. صح؟ بالظبط. لو احنا شلنا الست دي خليناها جيت، هل في حد هيقدر يلعب في البيانات؟ لا طبعا. خلاص. يبقى انا كده حليت نص المشكله، اللي هي مظبوط. ايه؟ انا ضمنت ان البيانات، في بيانات كتير اللي انا هعملها بالطريقه دي، اللي انا هعملها جيت بس، هعملها في الكلاس هعملها جيت بس. البيانات دي بيبقى اسمها اميوتابل، يعني انا مجرد ما عملت الجيت بس كده بقى اسمها اميوتابل تايب. صحيح. ماشي، سواء بقى فيرست نيم لاست نيم اي حاجه، المهم انها جيت. صحيح. لو انا عملت كده، كده انا ضمنت ان محدش يقدر يعدل على الداتا دي بعد. بالظبط. خلاص، يبقى انا مش هشغل بالي بعد كده بالبيانات دي. هو بالظبط. لا، محدش هيعدي عليها اصلا. لان انا كل مش اللي خايف من حاجه. هيدخل هو هيقرأ بس، مش اه، هيحط يقرا حاجة بس جديدة. اخره. مش هيضيف ما حاجة يقدرش مثلا. ان هو يلعب في مش هياخد البيانات، من ايوه. كمية، مش هياخد مش هيقلل من حاجة، لا بالعكس هي للقراءة بس. اه، يعني مفيش تعديل. بالظبط. تمام. بس طبعا الحل ده مش كفايه، ليه؟ لان انا مش صحيح. كل البيانات اللي بالقراءه. اقدر اعمل مش كده كل اصلا. البيانات عشان القراءه، ما في بيانات صحيح. لازم اعدل واضيف وكده. مظبوط. صح. صحيح. فالحلول التانيه بقى، الحلول العمليه اكتر بقى، بس ده طبعا انت يعني بص، نصيحه هنا، اعمل البروبرتيز بتاعتك خليها جيت على قد ما تقدر. الحاجه اللي صحيح. تقدر تخليها اميوتابل خليها اميوتابل. صحيح. ما تقعدش تعمل لي جيت وست جيت وست جيت وست، لا، الحاجات اللي تتاكد انها مش هتتعدل خليها جيت. صحيح. ماشي. ده يعني ايه اوبتمايزيشن كده. ماشي. تاني حل ان هو ايه، مثلا افتكر المثال اللي قلت لك عليه اللي هو بتاع القطر. حلو. انا عايز اجي عند الجزئيه اللي بيحصل فيها حجز، يعني الجزئيه الفانكشن اللي هي بيحصل فيها حجز تذكره. حلو. تمام. ماشي. عايز اجي ايه، اجي اقول عند الحته دي، مع ان احنا شغالين مالتي ثريدنج، احنا شغالين في البرنامج مالتي ثريدنج وكل حاجه،
بس انا عايز اجي عند الحته دي واقول له ايه، الحته بتاعت الحجز اعمل لي عليها لوك. يعني ايه؟ يعني اعمل لي عليها قفل. القفل ده بيعمل ايه؟ بيمنع ان اي ثريد تخش تشتغل على نفس الجزئيه دي اللي هي الحجز طالما في حد شغال عليها تاني. يعني ايه؟ يعني من الاخر بتعمل قفل على ثريد واحد، ممنوع ان ثريد تاني يخش عليه طالما هو موجود شغال عليه دلوقتي. امم. فاهم قصدي؟ امم. فانت عندك اوبجكت مثلا اللي هو ايه، التذكره اللي هتتحجز. تذكره، انت عندك اوبجكت تذكره. بص كده، حلو. انا عندي اوبجكت اللي هو التيكت ده دي اوبجكت. ماشي. تمام. ودي التذكره اللي هتتحجز، تذكره مثلا نسميها ايه، ايه، تيكت اسمها ايه. ماشي، ماشي. اسمها ايه. فالمفروض التذكره دي تتحجز لشخص واحد، ما ينفعش انها تتحجز لاكتر من شخص، صح؟ صحيح. فانا باجي عند الحته اللي فيها الاوبجكت اللي هي التيكت، اقول له ايه، لو في ثريد شغال عليها هيحجزها، اقفلها لي، ما تخليش حد يخش عليا يحجزها تاني. يعني ممنوع ان شخصين يحجزوا نفس التذكره بس. ده بخلاصه اللي انا بعمله في الكود بقى. صحيح. انت بقى ممكن تبقى تشوف الكود، يعني هات اي كود من شات جي بي تي قول له ازاي بيعمل اللي هو موضوع اللوك ده. هو فعلا بيبقى عباره عن ايه، اوبجكت. ما هو اللوك ده اصلا عباره عن اوبجكت. بالظبط. اوبجكت بيقفل على اوبجكت، بيغطيه، امم. بيمنع ان حد يخش عليه بس. ده الخلاصه. تمام. تمام. بيقفل على السرير. فلو في ثريد تاني حاول ان هو يخش هيعمل ايه؟ هيستنى لما ده يخلص الاول، لما التذكره دي تخلص. ولما تخلص هيلاقيها اتحجزت اصلا، ما ينفعش ان هو يخش خلاص، مش هيخش عليها، هيعمل تذكره تانيه. معايا؟ معاك. فاهم؟ امم. طيب، يبقى ده تاني حل اللي هو موضوع اسمه السينكرونايزيشن اللي حلو. هو اللوك. تالت حل بقى، نراجع بس بسرعه كده. احنا قلنا في شويه حلول هنعملها عشان نحل مشكله الريس كونديشن، موضوع التداخل، صحيح. ثريدز في بعض. تمام. طيب، قلنا منهم اللي هو اول حاجه ان انا اخلي التايب جيت بس ميوتابل، او ان انا اعمل لوك في حاله ان انا مش هعرف اعمله ميوتابل، خلاص لازم اعمل لوك بقى على الاوبجكت اللي هو زي ده بتاع امم. موضوع التيكت والاوتورات والكلام ده. صحيح. تمام. لسه. ثالث حاجه بقى حاجه اسمها الاسينكرونس بروجرامينج. ده نوع من البرمجه، يعني ده نوع تاني من البرمجه، غير المالتي ثريدنج، وغير اللي هو العاديه اللي هي سنجل ثريد. ماشي. امم. هنشرح الثلاثه هم جنب بعض هم عشان نعرف ايه الفرق ما بينهم، وليه بس ليه الاسينكرونس دي حل برضه، حل لمشكله المالتي ثريد. اول حاجه احنا هاخد مثال واحد هطبقه على الثلاث انواع من البرمجه اللي هي السينكرونس اللي هي العاديه، البرمجه اللي هي سنجل ثريد. اللي هو الثريد واحد. ماشي. ماشي. والمالتي ثريدنج ده اللي احنا قلناه، ودي اكتر الاسينكرونس. من ثريد، لكن بيحصل فيه مشكله ان هي ممكن الاكتر من ثريد دول يتدخلوا على نفس العمليه فيعملوا ايوه، اللي هو الريسك مشكله. كونديشن. تمام. فاحنا هنشرح الثلاثه دول على نفس المثال. في مثال بص كده، انا عايز اعمل شغل، الشغل ده انت معايا؟ اه. انا عايز اعمل شغل، عايز اعمل مجموعه وظائف. تمام. فالوظائف دي كلها على بعضها كده بتتنفذ في 9 ثواني. يعني عشان انفذها المعالج بياخد 9 ثواني عشان ينفذها، دي هي قدرته كده. تمام. حلو. طيب، انا ممكن اول طريقه ان انا اعملهم كده، اعملهم سينكرونس، يعني اعملهم ورا بعض سنجل ثريد اللي هي المين ثريد. ينادي الفانكشن والفانكشن تنادي اللي جواها واللي جواها ينادي تعال اللي بص جواها. كده، هخش انا داخل في المين اهو، نفذت ادي 1 ثانيه، حلو. 2، 3. نفترض ان اول 3 دول انا نفذت فانكشن مثلا، خلصت اول فانكشن. بعدها نفذ الفانكشن الثانيه، 1، 2، 3. ادي تاني وظيفه، 1، 2، 3. نفذت الثلاث وظائف اللي انا كنت عايز انفذهم ورا بعض، سيكوينشال او بيسموها سينكرونس. ماشي كده. انا خدت كام ثانيه في كله؟ 9. 9 ثواني. تمام. حلو. ماشي. طيب تعال نروح للمالتي ثريدنج. المالتي ثريدنج انا ماشي بثلاثه ثريدز مش واحده. سيبك من موضوع الاكس اللي انا حاطه ده. ماشي. افهمك دلوقتي. انا ماشي بالثريد الاولاني اللي هو هيمشي في هنا في الخط ده، وادي الثريد الثاني وادي الثريد الثالث. طيب، هنفترض ان كل واحد فيهم هياخد فانكشن. الفانكشن المفروض انها بتاخد 3 ثواني، صح؟ تمام. صح.
ماشي. فانا هخش هنا، انا همشي بالثلاثه مع بعض، بس انا طبعا هشرح واحده واحده عشان ايه يعني انت تكون فاهم ان انا بمشي بالثلاثه مش واحده بس. امم. انا افترض ان احنا ماشيين في الاولى. ادي واحد، ثواني اغير اللون بقى. ادي واحد ثانيه اهو. اتنين. ايه بقى الاكس اللي انا راسمها دي؟ بص كده، ساعات وانت بتيجي تعمل العمليه، يعني مثلا ايه، نفترض ان انت العمليه دي ان انت رايح تجيب بيانات من الداتابيز، فاتح كونكشن مع الداتابيز. امم. ماشي. هل لما تفتح الكونكشن الداتا هتجي لك في ساعتها لا، محتاجة ولا تاخد في وقت وقت. هيحصل؟ صح، بتاخد وقت. صحيح. الوقت ده اللي هو النت، سرعه النت على ما تروح للداتابيز ولسه بالظبط. تبعت الريكوست. كمان في حاجات تانية اللي هي السيرفر نفسه معالجة سرعته عامله السيرفر ازاي. للموضوع والريكوستات واللي رايحة واللي صح، جاية وبتاع اللي هو متوقع السيرفر. الريسبونس. اه. ماشي. وبعد الريسبونس لسه الداتا هتتبعت لك ولسه في داونلود ولسه في قصص، فكل ده وقت، مش كده؟ امم. الوقت ده بيسموه كده ايدل تايم، اسمه كده تمام. وقت ضايع، يعني اسمه ايدل تايم يعني وقت ضايع. حلو. ثواني. فالايدل تايم انا مثلته باللون ده اللي هو الاكس دي. ماشي. تمام. فالوقت الضايع ده هيعمل ايه؟ هيأخرني شويه. طبعا الثريد الاولاني اللي انا ماشي فيه ده شايفه من اوله كده، انا مشيت هنا دي واحد اتنين، في هنا جه هنا لقى وقت ضايع، هيعمل ايه؟ هيستنى، صح؟ امم. معايا؟ ما احنا صحيح. ماشيين في ثريد، الثريد دي ما تعرفش حاجه عن الثانيه، ملهاش دعوه بالثانيه. صحيح، انا بقى ماسك هيستنى. الفانكشن دي وماشي فيها بنفذها. فهتعطل. هتستنى شويه. مم. يبقى اتعطلت هنا، بص ادي واحد اتنين، تعطلت كام ثانيه؟ ثانيتين. اه. بعد كده كملت الفانكشن، يبقى الفانكشن عد الاصفر كده 3 ثواني، او الفانكشن مش كانت بتاخد 3 ثواني؟ مم. صح. صح. الفانكشن كانت بتاخد 3 اصلا. بس هي خدت 5. جدع، خدت 5 عشان في هنا وقت ضايع ثانيتين اتنين. يبقى هنا خدنا كام ثانيه؟ خدنا 5 ثواني، اكتبهم بس جنبها. 5 ثواني اه. ماشي. حلو. خلي اللون بقى موحد. 5 ثواني اهو. طيب، تعالى بقى ايه، احنا كل ده بارلل، يعني اللي حصل ده كله هيحصل وانا بعمل ماشي في الثاني والثالث. تعال نمشي في الثاني كده. المفروض ان الفانكشن برضو دي تنفذ في 3 ثواني. تعال نمشي كده، ادي واحد اتنين، إيه اللي حصل؟ عطلة تاني. وقت ضايع، ايدل تايم اهو. هتوقفني كام ثانيه؟ هتوقفني ثانيه. هي هنا على حسب بقى العمليه اللي انت بتعملها، فاهم؟ صحيح. مش كل الوقت ضايع زي بعضه، يعني هنا وقفت ثانيه، هي جت معايا كده. فتعطلت ثانيه وبعدين كملت 3 ثواني بتوعه. فانا خدت كام ثانيه كله هنا في الثريد ده؟ 5. لا عد كده، واحد اتنين هي تلاتة بتاخد أصفر هي ووقفت بتاخد ثانية واحدة. هي بتاخد تمام. ماشي، هي بتعد. هي ماشي؟ صحيح الفانكشن 3 ثواني تمام، اه يبقى خدت الفانكشن 4. 3. ماشي. ماشي، يبقى هنا 4 بس عشان وقفت ثانية واحدة. حلو. تعال نمشي في الثريد الأخير ده. طبعا احنا قلنا كل دول بيحصلوا مع بعض أهو. واحد، تعطلت ثانية. اتنين، تلاتة، كام ماشي. ثانية؟ 4. 4. احنا بنقول من ساعتها إن كل دول بيحصلوا مع بعض، صح؟ امم. يعني ما تقوليش إيه، نجمع 4 ثواني بعد ما يخلصوا أجمع 4 ثواني وبعد ما يخلصوا أجمع 5، لا. هاخد دول اعلى ماشيين في رقم. نفس اللحظة. صحيح. دول ماشيين في نفس اللحظة مع بعض، يعني صحيح. 4. عد كده، واحد اتنين تلاتة أربعة في نفس الوقت وأنا بتكلم كده، اللي هما جنبي عمالين الاتنين. يعدوا نفس الأرقام. بالظبط. فيبقى مين أطول واحد كده هيخلص فيهم؟ ال5. اللي هو اللي فوق ده، جدع. ده صحيح. الوحيد اللي هيتأخر شوية. فهو ده إن ده وقت ماشي، واحد اتنين تنفيذ تلاتة أربعة. الريكوست مثلا بتاعي على السيرفر مثلا. أه ماشي. ده ماشي. ماشي، اللي تحت وأنا همثلها من تحت، واحد اتنين تلاتة أربعة، واللي فوق واحد اتنين تلاتة أربعة معاه، خلص معاه. اللي فوق بقى كان ماشي معاهم واحد اتنين تلاتة أربعة معاهم، بس كمل كمان إيه ثانية زيادة هنا. صحيح. يبقى أكبر وقت هنخلص فيه كلنا، مش إحنا التلاتة شغالين مع بعض؟ 5 ثواني. أكبر وقت هنخلص فيه كام؟ 5. يبقى العملية هنا كلها خدت على بعض كام ثانية؟ 5 ثواني. 5 ثواني. المعالج كله على بعضه بالأنوية كلها بتاعته خدت 5 ثواني. يبقى هنا أسرع ولا لأ من السينكرونس؟ اسرع. السينكرونس خدت 9، فاكر؟ صحيح. طيب. طب في مشكلة هنا، في مشكلة بقى.
المشكله هنا ان انا فاتح سردات كتير. صحيح. يعني دي موارد، دي ريسورسز عمال ان انا اسحبها من الرام. يعني الرام عمال يحشر سردات سردات سردات. ولو فرضنا ان احنا كل برنامج نقعد نعمل له 5000 سرد بقى كده، كده الرام اصلا مش هتستحمل. صحيح. صح. صحيح. انا المشكله هنا في حته الريسورسز دي، الموارد. فيبقى المفروض ان انا استخدم الموضوع ده بحكمه. مظبوط. وبرضه مش الحل ان انا، يعني مش الحل ان انا اروح على طول اقول لك ايه المالتي ثريدنج وحش اصله بياخد استخدم موارد، اقوم رايح استخدم اعمل السنجل ثريد، سينكرونس. ما ينفعش. غلط. مش على هيبقى طول كده. البرنامج بطيء قوي. هيبقى البرنامج بطيء قوي. في حل بقى وسط، اللي هو التالت ده. ماشي. انا الاول بس نقول انا امتى بستخدم اصلا، امتى بستخدم السينكرونس؟ لو التطبيق بسيط قوي، يعني هو اصلا تطبيق اهبل، الاله حاسبه خلاص، مش محتاج اصلا ان انا اقعد احسب 5000 حاجه مع بعض، هي حسبه واحده. صح معايا؟ معاك. لو التطبيق اللي انا عامله تطبيق بسيط زي الاله الحاسبه مثلا، الاله الحاسبه هي بتحسب حاجه واحده خلاص، يعملوا سنجل ثريد، يعملوا سينكرونس. مش مشكله هنا، ما هو ما فيش على مشكله على انك حسب تعمله. على حسب التصميم. ما هو لو بياخد بيانات من اكتر من مكان، بيقرا بيانات من اكتر من مكان وبيعمل اه عمليات عليها، محتاج ثريدز. بس على اه حسب برضه، لو بتعمل حاجه بسيطه فعلا مش مش محتاج. مش محتاجه. خلاص، فيبقى زي تطبيق زي الاله الحاسبه ممكن اعمله على السينكرونس عادي. انما تطبيقات فيه ثريدز كتيره ممكن اعمله مالتي ثريدنج، اللي هي الطريقه الثانيه اللي انا قلت لك عيبها. او ممكن اعمله الطريقه الثالثه بقى. تعال بقى نروح الثالثه نشوف بتعمل ايه بقى. بص كده، اسمها ايه؟ اسينكرونس. قلنا حرف الايه ده اهو. نيجي هنا بقى على ايه موضوع اسينكرونس ده. كلمه حرف الايه ده في الانجليزي قلت لك معناه بيعكس معنى الكلمه. يعني بدل ما هي سينكرونس، سينكرونس اللي هي العاديه. هو اصلا يعني ايه سينكرونس؟ كلمه سينكرونس معناها تزامن. تزامن يعني ايه؟ يعني ماشيين ورا بعض، مش مع بعض. فاهم؟ امم. يعني بص كده، في الرسمه الاولانيه ماشيين ورا بعض، واحد اتنين تلاته ورا بعض. انما في الرسمه الثانيه كانت مع بعض بارلل. ايوه، المالتي ثريد. ماشي. دي المالتي ثريدد. طب ما انت ممكن تقول لي ما كده معنى كلمه اسينكرونس انها غير متزامنه. غير متزامنه يعني مش ورا بعض، مش ورا بعض. يعني ايه مش ورا بعض؟ ممكن انت تقول ايه؟ انها مع بعض. صح. ما امم. مش ورا بعض عكسها مع بعض. صح، ممكن تفكر كده. امم. صح. يعني تفكر ان هي الكلمه دي هي دي. لا، في اختلاف هنا بقى. هي دي فعلا هي مش متزامنه، يعني مش ورا بعض بس مش مع بعض. ازاي بقى؟ يعني هي حاجه تحس انها واخده من الاثنين كده. اقول لك ازاي. بص. هي مالتي ثريدنج، بس لا. يعني مظبطها انا بقى، يعني ماشي. بدير يعني الوقت احنا مثلا بتاعها على رأي ما. بص كده، نقرب هنا شويه. هو الموضوع هنا كله بيحصل بثريد واحد. ثريد واحد بس. بس بدير وقته. بس استنى بقى، انا ليه اصلا بستخدم هنا ثريد واحد؟ عشان احل مشكله التاني اللي كان عمال يفتح لي 15 ثريد. صحيح. فاكر؟ صحيح. مش قلت ايوه. لك دي مشكلته في كده؟ مم. فده بيحل لي مشكله المالتي ثريدنج. وكمان بيعمل لي حاجه شبهه، يعني بيعمل لي استغلال للوقت. ازاي بقى؟ بص كده. نيجي هنا من اول. بص كده، شايف الخط اللي فوق ده؟ شايف الخط اللي فوق ده؟ مم. دي الفانكشن دي مش ثريد عشان تبقى فاهم. بس الحته اللي فوق دي مش ثريد، دي فانكشن. صحيح. ماشي. هتتنفذ برضو في 3 ثواني، والثانيه اللي بعدها. ماشي. ودي ماشي. هتتنفذ في 3 ثواني. وانا همشي فيهم. بس بص بقى همشي ازاي. همشي بثريد واحد اهو. همشي بيه بالاخضر اهو. لو انا باخضر، ده الثريد اللي انا همشي بيه. حلو. تمام. الثريد هيمشي هنا. المفروض كل فانكشن بتاخد 3 ثواني. صح. بص صح. بقى كده ايه اللي هيحصل. واحد. مش هستنى. في هنا وقت ضايع. صح. راح استغله. قلت لك الوقت الضايع ده زي مثلا زي ما تروح تجيب بيانات من الداتابيز، اي بالظبط. حاجه فيها شبكه. فهنا في وقت ضايع. انا بقى مش هستنى، مش هعمل زي ما ده كان بيعمل. ده كان بيستنى. هنا كان بيستنى وبيضيع لي الوقت. يعني اصلا بص في الفانكشن الاولى كده المفروض انها بتخلص في 3 ثواني اصلا. صح. مم. ده عمل ايه؟ خلصها في 5. ليه؟ لانه قعد يستنى لما الوقت الضايع ده يخلص. قعد يعني فضل واقف قدام الداتابيز، وقاعد بقى ايه فرش، ومستني ان انت تبعت ريكوست للداتابيز.
الداتابيز ترد عليك وتبعت لك الملفات وانت تعمل لها داونلود، هو قاعد بقى فرش ومستني القصه دي كلها تحصل. فعشان كده في وقت ضايع معايا. وممكن اصلا تكون فانكشن تانية بتعتمد عليه وتشتغل اه قبل ما هو ما يخلص. اه انت عطلت البرنامج كله اصلا. مم. ماشي، عطلت الثريد يعني. هنا بقى الثريد ده ذكي مش هيعمل كده. هو واقف هنا خلص دي اول ثانيه، جه هنا لقى ان في وقت ضايع، قال لك ايه، لا انا مش هستنى، انا هروح اشوف اي حد تاني جايز يكون محتاجني. فاهم الكلمه؟ مم. مشى من هنا نزل تحت على الفانكشن الثانيه، المفروض ان الفانكشن دي برضو بتاخد 3 ثواني، فمشى فيها اهو، واحد اتنين، لا ايه، ايدل تايم، وقت ضايع اهو. يعمل ايه؟ يروح يشوف اللي بعده، جايز في حد تاني يكون محتاجني. فاهم؟ مم. راح ماشي هنا، واحد اتنين تلاته، انا خلصت يعني الفانكشن دي خلصت، يعني هي 3 ثواني صح؟ صحيح. هيروح يشوف يعمل ايه بقى؟ هيرجع يرجع تاني يشوف عن يكمل. الباقي، جايز يكونوا هم خلصوا، جايز يكون الوقت خلص، فيقوم راجع من هنا رايح للي فوق. اول واحده كان عندها ده، شايف؟ مم. فجه هنا لقى ان الاكس دي راحت خلاص، الوقت ده خلص والوقت ده خلص، يروح يكمل بقى من هنا، واحد اتنين كده. الفانكشن اللي فوق، الفانكشن اصلا كام ثانيه؟ 3. 3. ادي واحد، عد بالاخضر كده، الاخضر واحد اتنين تلاته، خد 3 ثواني اهو. دي خلصت، ينزل على اللي بعدها اللي كان واقف عندها. مش احنا في الفانكشن الثانيه كان واقف برضه عشان الاكس؟ مم. معايا؟ ايوه. الفانكشن الثانيه مش كان واقف برضه عشان في هنا وقت ضايع اهو في النص؟ مم. هيروح يكمل بقى، لان الوقت الضايع خلاص خلص وجابت البيانات من الداتابيز، يوم رايح ايه، مكمل على شغله. مم. كل ده عمله بكام ثريد بقى؟ كل الكلام ده بس رد واحد. عامله بثريد واحد. تعالى بقى نحسب الوقت كده اللي مشاه، اللي هو الاخضر بس مم. اهو، واحد اتنين تلاته فوق وتلاته في النص وتلاته تحت، مش مظبوط. عارف عندي، وتلاته تحت اهو. بعد ما خلص هنا عم بس السهم كده عشان تمام. تلاته فوق وتلاته في النص وتلاته تحت. يعني من الاخر الفايده هنا ايه؟ انه ما حسبش الوقت الضايع. بالظبط. الاكس دي ما اتحسبتش، بدل ما لو كانت يكونوا 12 اتحسبت بقوا 9. ايوه جدع كانت هتبقى 12. انما احنا استفدنا ان احنا وفرنا 3 ثواني، 3 ثواني دول يفرقوا معانا، ويفرقوا معانا كمان ايه يعني، طبعا بيرفور 3 ثواني دول كتير قوي، انت طبعا. فاهم؟ دي كارثة. صح؟ ده لو اصلا في ريكوست تمام. بيتبعت في اه في ثانية ونص، ثانيتين. ماشي، يبقى دي هنقول هنا قصة. ايه، 9 ثواني. نعملها بنفس اللون. يبقى احنا عندنا الثلاث انواع موجودين وشغالين وليهم استخدام على فكره. بس الاولاني اول نوع ده هو بياخد وقت كتير شويه، شايف 9 ثواني معايا؟ امم. ماشي، الاولاني ده بياخد وقت كتير شويه. يعني لا خد بالك انا هنا عملت ايه، انا هنا ما حطيتش اصلا وقت ضايع يعني. لو كنت حطيت لك صحيح. هنا صحيح. عملت اكسين كان هيبقوا 11 كان ثانيه مثلا. استنى بقى يشوف بقى فاهم؟ كانت لما هتبقى دي يخلص. 11. بالظبط. فاهم؟ مثلا فكان هيبقى اطول واحد فيهم مين؟ الاولاني ده مش الاخير. بس مظبوط. معلش انا غلطت في دي، ما مظبوط. عدلتهاش، لا نسيت لا، احطها. انا فاهم ماشي الموضوع ده كله. ماشي. تمام ماشي. يبقى مين ابطأ واحد فيهم؟ الاولاني السينكرونس. طب هل له استخدام؟ له لانه استخدام. مش مدار وقته. له استخدام، بس ايه، ان انا لو انا خلاص ضامن ان التطبيق بتاعي سهل، وهو اصلا آلة حاسبة وبتحسب حاجة بسيطة، مش محتاجة يعني مش محتاجة فقاقة، فخلاص هفتح لها ثريد واحد ومش هقعد بقى اعملها هتقول لي مثلا يا عم طب ما تعملهاش مالتي ثريدنج، اعملها اسynchronous. اقول لك ليه، اوجع دماغي ليه؟ اصل الاسynchronous ده برضه بقعد اكتب كود زياده وقصص، فاهم؟ مش بيتعمل لوحده يعني، مش تلقائي، لازم ان امم. انا اقعد اكتب اسync مش عارف ايه، فقصص كتير وجع دماغ. فانا لا اعملها ايه، طالما التطبيق سهل كده اعملها سينكرونس عادي. امم. ماشي. طيب معايا؟ معاك. طيب لو التطبيق بقى طلع معقد وفيه ثريدز كتير، حاجه من الاثنين، يا تستخدم المالتي ثريدنج يا تستخدم الاسينكرونس، على حسب. فاكر المثال اللي قلت لك بتاع الوقت الضايع ده؟ الوقت الضايع ده بيحصل امتى؟ لما يكون البيانات بتيجي من بره، يعني انت رايح تجيب بيانات من الداتابيز، رايح تجيب بيانات من فايل، رايح فاهم، في حاجه فيها بتاخد شبكات، فيها وقت. انترنت يعني من الاخر. امم.
فاهم؟ حاجه هتقف، هتستنى، هتضيع لك وقت. امم. فدي بيسموها ايه؟ الاي او. تمام. اسمها اي او اوبريشنز، اللي هي تمام. الانبوت اوتبوت، اللي هي البيانات يعني، ماشي. البيانات اللي داخله وخارجه. حلو. ففي العمليات اللي فيها بيانات من الداتابيز، استخدم معاها الاسync. ليه؟ لان هي تستغل حكايه الوقت الضايع دي، مش زي المالتي ثريدنج ما بيستغلهاش. امم. فاهم؟ فانت لما يكون عندك اي او اوبريشنز، اي حاجه لها علاقه بالداتابيز او بيانات، بيانات من اي مكان، روح استخدم معاها على طول اسync. وهوديك دليل. ماشي. وانت يبقى بص انت عليه بعدين يعني. روح للفانكشنز اللي هي لما تيجي تعمل الادو، اللي هي بتجيب البيانات من الداتابيز. حلو. روح مثلا عليه اللي هي الاكسكيوت ريدر والحاجات دي، عارفها؟ اه. هتلاقي في عندك نسخه اسمها اكسكيوت ريدر اسync، اسمها كده. امم. يبقى دور عليها ولا بص عليها كده. ماشي. دي عشان الحكايه اللي انا بقول لك عليها دي، عشان لو انت عايز تعمل اسynchronous استخدم الفانكشن دي. تمام. يبقى انت بتقول للبرنامج، بتقول له انا مش هستنى لما انت تجيب لي البيانات من الداتابيز، انا هروح اشتغل واكمل شغلي، لما تخلص وتجيب لي البيانات من الداتابيز هبقى ارجع لك. ماشي. فاهم؟ ماشي. فاي فانكشن بتجيب حاجه من الداتابيز هتلاقي فيها حته اسync دي. تمام. طيب. انما لو كان ايه بقى امتى الحاله اللي ما ينفعش استخدم فيها الاسynchronous ومضطر ان انا استخدم مالتي ثريدنج، مع اني عارف ان المالتي ثريدنج متعب شويه وبياخد موارد؟ الحاله بقى ايه؟ لما يكون عندك حاجه فيها حسابات، مش حته وقت ضايع، لا فيها حسابات يعني. يعني مثلا ايه؟ انت مثلا فاتح فورمه زي ما قلت لك كده، فاتح فورمه، فاتح الشاشات. تمام. دي الشاشات دي انت عمال تفتحها بثريد واحد. تمام ماشي. معايا؟ ماشي. اه، معاك. وفي نفس الوقت مثلا عمال تعد مثلا عدد الثواني من اول ما انت دخلت مثلا، عمال تعد. امم. فانت فاتح الموضوع ده في ثريد تاني. فالحساب ده، العمل دي عمليه حسابيه، مش هتقف اصلا، ما فيهاش وقت ضايع اصلا. امم. يعني هي هتفضل تعد مش هتقف، صح؟ امم. خلاص. دي انا مجبر ان انا اعملها مالتي ثريدنج. امم. ماشي. احنا قلنا مثال بسيط تطبيق عملي على الكلام ده، قلنا مش محتاج غير ثريد واحد زي الآلة الحاسبة، هي عملية حسابية واحدة بس. امم. تمام. طيب لو تعددت العمليات الحسابية وتحصل في نفس الوقت، زي ايه مثلا؟ انا فاتح لعبة عربيات. ماشي. اللعبة دي شغال فيها كذا حاجة مع بعض في نفس الوقت، زي الأصوات اللي بتطلع، صح؟ صح. الصوت ده ملوش علاقة بالبيانات، الصوت ده عبارة عن حاجة المعالج هو اللي شغال عليها، يعني يعتبر سي بي يو اوبريشن، حاجة شغالة في المعالج. امم. تمام. والفيزيكس اللي هي اتجاه العربية، مش عارف المساحة، الحاجات دي كلها، دي حاجات هو عمال يحسبها من ورا ظهري في الخلفية. دي برضو السي بي يو هو اللي شغال عليها. ممكن برضو يكون في اي يعني شغل اللعبه دي على النت، وفي اي انا مدخل زي بلجن كده ولا حاجه، عماله تقول لي ايه ده احسن طريق تخش منه، ده اللي امم. هيكسبك. في اي كمان شغال على الموضوع ده. فالاي اي بياخد برضو ايه جزء من السي بي يو عندي، عمال يحسب لي احسن طريق بناء على الخوارزميات بتاعه. ماشي. تمام. كمان ايه؟ ممكن مثلا اكون انا عمال بوست وانا بلعب كده، واقوم ضاغط اف 12 اخد سكرين شوت ماشي. واسجلها عندي على الجهاز. فكل ده عمال يحصل مع بعض، وفجأة كل ده شغال عن طريق السي بي يو. فدي كلها يعني ما فيش فيها وقت ضايع اصلا، فدي شغاله عن طريق السي بي يو. فدي بنستخدم فيها المالتي ثريدنج. انما مثلا حاجه فيها وقت ضايع زي ايه؟ ما تيجي تحمل صوره من سيرفر، او بتحمل ملف مثلا، بتحمل نص، بتحمل اي حاجه، او بتعمل ابلود. كل دي فيها اتصالات، فيها كونكشنز رايحه جايه، انت عمال تبعت بيانات وتستقبل بيانات. فممكن استغل الوقت ده، بدل في الوقت الضايع ده استغله انا بقى. ان انت تعمل اسynchronous. هل ممكن تعمل مالتي ثريدنج؟ بس انت كده هتبوظ الموارد. عشان كده احنا بنفضل لو قدرت تعمل اسynchronous احسن. امم. تمام. غير كده خلاص اعمل مالتي ثريدنج، وهو ده الحل الوحيد يعني. احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نخفف العبء بس عن السي بي يو بالظبط. والرام كمان. بدل. ايوه بالظبط. انت عارف الحوار ده فكرني بايه؟ ايه؟ عارف ايام ما كنت شغال كاشير، والله العظيم كنت شغال اسynchronous. والله والله بجد.
يعني انا كنت شغال كاشير، كانوا مشغلين بخش كمبيوتر، المطبخ كانوا اعمل مشغلين يساعدهم نسويولا واغسل لهم للذين. واغسل لهم اطباق. كنت انزل تحت اشيل حاجات من تحت، كانت يا الكهرباء تطلع انزل نهار اشيل طلبات من تحت. ابيض. طب انت كل ده طب انت مالك يا عم بني ادم واحد. انت راجل كاشير مالك انت بالمواعين، مالك بالحاجات دي؟ انا بقول لك بقى، الظاهر ان هم كانوا بيعلموني مبدأ من مبادئ البرمجه. اه.